اهلا بكم في حلقه جديده، ومعانا النهارده خدعه على الكولينج كلاود. يلا بينا نشوف الخدعه. في البدايه الساحر نشر تغريده وطلب من الناس انها تكتب اسم شخص واسم مدينه واسم اي حاجه تاني تيجي في خيالهم، وفعلا الناس ردت بالاف التغريدات. والساحر طبع التغريدات دي في ورق ووزعه على الجمهور اللي كان موجود في الاستوديو، وطلب من الجمهور انه يتاكد ان كل التغريدات مختلفه عن بعض، مفيش تغريده شبه التانيه. وبعدين قال لاتنين من لجنه التحكيم قدامكم 10 ثواني تلموا كل التغريدات اللي تقدروا عليها. فعلا الاتنين لموا اكتر عدد ممكن من التغريدات ورجعوها قدامهم على الترابيزه. وبعدين طلب من واحده من لجنه التحكيم انها تتاكد ان كل التغريدات اللي موجوده قدامها على الترابيزه مختلفه عن بعض ومفيش تغريده شبه التانيه. وبعد ما اتاكدت ان كل التغريدات اللي موجوده على الترابيزه مختلفه، طلب منها انها تختار ورقه واحده بس من الموجودين. وبعدين طلب من رابع واحده من لجنه التحكيم انها تختار اي تغريده هي عايزاها. You say stop. Right there. Yeah. Ellen Rome cheese. وبعد ما اختارت التغريدة اللي هي عايزاها، طلب من كل الموجودين انهم يتأكدوا ان التغريدة دي مش متكررة في اي ورقة من اللي موجود معاهم. وفعلا اكتشفنا ان التغريدة دي مش متكررة في ولا ورقة من اللي موجودين مع الناس. مش هنا المشكلة ان الساحر كان عارف ومتأكد ان لجنة التحكيم هتختار التغريدة دي وسط آلاف التغريدات اللي كانت موجودة. مش بس كده، ده كمان كان مأكد كلامه ده عن طريق فيديوهات كان مجهزها من قبل بداية التصوير أساسا. الفيديوهات دي اللي بتثبت انه كان عارف لجنة التحكيم هتختار ايه، وكان محدد بالظبط، وكان مجهز كل الفيديوهات بالظبط علشان يثبت ان هو كان عارف ومتأكد الاختيار اللي هيختاروه لجنة التحكيم. يعني بمنتهى البساطة الساحر بتاعنا كان عارف ومتأكد ان لجنة التحكيم هتختار التغريدة دي وسط آلاف التغريدات اللي كانت موجودة، وكمان كان مجهز فيديوهات من البداية بيثبت فيها ان هم هيختاروا التغريدة دي، وبيثبت فيها كمان ان هو عارف ومتأكد ايه اللي مكتوب في التغريدة. عموما دي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة، فتابعونا عشان نعرف بتتعمل ازاي. ورجعنا لكم تاني، بس قبل ما نبتدي شرح الخدعه سايب لكم لينك الفيسبوك ولينك الانستجرام ولينك قناتنا الجديد تحت في وصف الفيديو، ويا ريت نخش ونالف فيهم شويه كده وادونا كمان كام لايك وكام شير وكام كومنت حلوين. ويلا بينا نبتدي حلقتنا النهارده. كل اللي لازم نعرفه ان الساحر كان محدد التغريده اللي هيجبر الحكام انهم يختاروها، وكمان كان مجهز الفيديوهات اللي بتثبت ان الحكام هيختاروا التغريده دي. ولكن يتبقى السؤال، ازاي اجبر لجنه التحكيم انهم يختاروا التغريده دي وسط الاف التغريدات اللي كانت موجوده؟ في حاجه بقى لازم ناخد بالنا منها قبل ما نبتدي الشرح. الساحر بعد ما طلب منها انها تختار اي ورقه هي عايزاها من على الترابيزه، اخد الورقه وطلع حاجه من جيبه وحطها فوق الورقه دي. وتعالوا بينا نشوف ايه الحاجه اللي هو طلعها من جيبه وايه الحاجه اللي حطها على الورقه وايه اهميتها في الخدعه بتاعتنا النهارده. انا كمان طلبت منكم ان انتوا تكتبوا كل التعليقات اللي انتوا عايزينها. شكرا لكل الناس اللي اهتمت، وشكرا لكل الناس اللي بتدعمنا، وكل الاسئله وكل الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها ان شاء الله هتتعرف بس في ميعادها. يلا بقى بينا نبتدي الخدعه. بس الورقه دي كبيره جدا فانا استبدلتها بورقه صغيره. الورقه دي تقريبا نفس حجم الورقه اللي وزعها على الجمهور. كل اللي عمله الساحر انه كان مجهز التغريدة بتاعته من البداية، ودي التغريدة اللي كان هيشتغل عليها. مسك التغريدة تحت ايده كده وحطها على الورقة، وطلب من لجنة التحكيم ان هي تقول ستوب في اي مكان. اي مكان كانت هتقول فيه ستوب كان هيمسك التغريدة كده وهيظهرها لجنة التحكيم كده، وهيقولها شوفي التغريدة اللي انت قلتي عليها ستوب. اي مكان هتقول فيه ستوب كان هيحط التغريدة وهيقول لها شوفي التغريدة اللي انت قلتي عليها. ويمكن ده اللي يفسر ليه طول الوقت كانت الورقة معاه وليه طول الوقت ما كانش حابب ان هي تمسك الورقة. دلوقتي شفنا ازاي الساحر قدر يجبر لجنة التحكيم انهم يختاروا التغريدة دي وسط آلاف التغريدات اللي كانت موجودة. التغريدة دي اللي كان مجهزها اساسا في جيبه من البداية، واللي مجهز على اساسها الفيديوهات من قبل التصوير. بس لو افترضنا فعلا ان التغريدة دي كانت في قطعة منفصلة بعيد عن كل الورق اللي هم اختاروه، ازاي فعلا قدرنا نشوفها قطعة واحدة هي والورقة اللي اختارتها لجنة التحكيم؟ كل اللي عمله الساحر انه شغل الناس انهم يتاكدوا ان التغريده دي مش متكرره في ولا ورقه من اللي معاهم، وكل اللي عمله الساحر انه لزق الورقه الصغيره اللي كانت معاه في الورقه الكبيره اللي اختارتها لجنه التحكيم بدبل فيس او باي ماده تاني قابله للزق، وبكده هنحس فعلا ان هما الاتنين قطعه واحده. ودي كانت حلقتنا النهارده، فما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتشاركونا في التعليقات بالخدعه اللي انتوا عايزين تعرفوا بتتعمل ازاي، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.